بتوحشيني وانا ماسك ايدك. ميرجو انا اللي جابني العبور، انا راجع الهرم يا عم. استنى هنا عندك، انا لما فوقش يكلمني افتكرته بيبالغ، لكن عمري ما كنت اتصور ان الامور توصل بيك للدرجه دي. يا ميرجو سيبني في اللي انا فيه ومحدش يكلمني. ولا اوعى تعيش لي دور الضحيه اللي انت بتعمله ده. انا عايزك تفوق لحالك يا ابني. مش هنزل فيديوهات تاني، خلاص سيبني يا ابني اللي انا بقوله ده لمصلحتك. انت هتصور فيديو دلوقتي. مش هصور فيديو يا ميرجو. هتصور. مش هصور. هتصور. يا ميرجو. هتصور. ايه يا ميرجو عامل ايه؟ ازيك يا بايجر؟ ايه يا اسطى؟ عاش من شافك يا عم. انا جاي لك والله عشان نصور. ايه؟ انت كنت ما فين؟ تاخرتش يعني صح؟ ايه؟ والله يعني اجازه نمشيها اجازه. ايوه. رحبوا ببايجر بان احنا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. ازاي ما اعرفش. والله يا اسطى حاسس ان انا الواحد مش واخد على الكاميرا وكده. مش واخد على الجو، حاسس ان انا مكسوف منهم تاني. انا دايما باجي في الاوقات اللي زي دي، يعني مهاب يبطل انا اروح اخليه يصور، انت تبطل. هي ماشيه كده معايا الحمد لله يا اسطى. الحمد لله. انا واهب حياتي لليوتيوب ولاصحابي. بيرجو ملوش مثيل في حياتنا كلنا. هي الشله دي يعني الواحد ملوش غيرها والله. ايه بقى جايب لنا ايه النهارده؟ والله بص انا ايوه كده، خد راحتك أنا ورب. ايوه بقى يا بايجور. ماشي خلاص خلاص بقى والله لازقك جوه شويه كده. ايوه عشان ما تطلعش من كده. خلاص بقى ما تدلعش الواد. في الفتره اللي انا كنت واخد فيها اجازه ما كانش بيطلع لي غير واحد بس، زي ما انت عارف انا كنت متضايق شويتين، فده الوحيد بقى اللي كان عايش معايا في ده. بيملى الفراغ الزعلي. مؤثر يا اسطى، هو مؤثر، فيديوهات مؤثره. ده بجد ولا انت؟ يا ابني بجد. اول مره يشكر في حد. تمام. انت عارف طب يعني انت جايبنا انا لما نعمل بشكر حد اكيد بعوزكم تتفرجوا معايا عليه. طب ورينا والنبي اسمه ايه؟ ماشي، هو اسمه ممثل قادم. لا اسمه ايه؟ هو ممثل قادم. ده تيجي يعني يعني ايه تقول لي انا قادم؟ طب امتى حضرتك؟ ماشي طب ما توصل. ممثل قادم. طب ما تتفضل تقدم. ما تتقدم. بس هو مكتوب هنا عبد الرؤوف تقريبا. لا ممثل قادم يعني الطف يعني. سون 500 كي مش كي واحدة. مش كي واحدة. لا 424 سون يعني. كي مش كي. سون. لا مش سون خالص. بقول لك هنا اكتور الممثل، مش ممثل اللي هو ترجمة اكتور، لا الممثل. عارف انت الباش مهندس او الباش دكتور. بس انا ضده في حاجه، ان هو كاتب الممثل واكتور وهو لسه قادم. يعني هو ممثل قادم بس هو انت صنف ما انت نفسه. عارف بقى يعني هو ده النيك نيم، هو اسمه الاساسي يعني في البطاقه ممثل قادم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ده اسمه مركب. انا لاحظت انه عنده بلاي ليست فوق بيقول لك اجمد فيديوهاتي وفيديوهات مظلومه. فيهم فيديو واحد بس اللي اتظلم. طب تعال نشوف مظلومه ليه يعني. تعال احنا نطلعها للناس. ابن بلدك محتاج دعم كل اللي هتعمل لايك وناس خربت. يعني ايه؟ عايز ايه؟ عشان ما تظلموش. ماشي. أيها السادة الأغنياء، في ناس مش لاقية تاكل. ايوه بص هو افريج جامعة حلوان. انا من جامعة حلوان وبقول لك ان الواد ده معايا 10 مرات، في 10 مرات منه معايا في نفس الدفعة عادي. هم عندكم دايما يقولوا ايها الساده الاغنياء. وكلهم ممثلين قادمين. بس ده الوحيد اللي مظلوم. بس انا حاسس ان هو برضو اشهر واحد في الجامعة. عارف انت الناس المشهورة في الجامعة دي. قلب بقى عنده 500 فولورز، فانا يبص كده ايه يخش البنت هاي ازيك انا عندي ازيك عايزه صوره. انا عندي 500 فولورز يعني اهو انا مش هقول لك غير ان انا عندي 500 فولور وادي موبايلي اهو. لو ما جيتيش انا رئيس اتحاد طلبه. هم بيعملوا بمثل في المسرح. هو ايه مسرح الجامعه ده بيعمل ايه؟ مسرح الجامعه بيبقى فيه ممثلين قادمين. كلهم قادمين. كلهم قادمين. نفسي اشوف حد غير علي ربيع. بقالنا سنين تياترو مصر. بس علي ربيع خلاص بالنسبه لي هو عادل امام الجديد. هو ماسوني على فكره. ايوه انا ما بشوفش غير غير خدت بالك بدله عادل امام بعلي ربيع عشان دي. هو عادل امام كده فكره مش هو فكره. انا ابتديت اقتنع ان هو شخصيا جسما كده فكره. 40 سنه افلام عمال يموت من 2008. ايام ما كان الدولار مثلا بجنيه ولا ب2 جنيه. ايام ما كانت صورته على الجنيه شخصيا. ايام ما كانت صورته على الجنيه. ايوه احنا كنا في مسرح الجامعه. تعال نشوف بقى هو بيعمل ايه هناك. ايها الساده الابرياء، حقكم بيتاكل. ده الموهبه الفريده اللي هي برضو حقها مش. ايوه ده مغني قادم برضه. ده بيبقوا في الجامعه كتير منهم. انا ممكن اجيب لك فيديو لو قاعد في جامعه حلوان بيغني كده. انا كتبت جامعه حلوان بس تمام. ايوه هو ده بص كل الفيديوهات في الجامعه. هو شغال على لفت الانتباه في الجامعه. عنده 589 الف فولور كلهم معاهم الكارنيه. هو على فكره ده ممكن تكون 8 سنه ليه في الجامعه. ايوه عارف عمال يجمع فولورز.
والله بروح الجامعه بلاقي كده بالظبط. بص انا هقول لك على حاجه بص واحد بيقول له ايه هتتخرج امتى يا عم انا متابعك ايوه من انا بدري. بقول لك ايوه يعني بص ده الراجل ده ما شاء الله عليه لابس نظاره ومتشيك عارف انت لما يبقى عندك حفله بالليل انت مغني هو هي دي كل يوم الصبح في الجامعه. ايوه وتلاقيه بيعامل امن الجامعه عنده ستايلست عنده مكياج فاكرها المانجر. حد اتصل بيه حاضر سجليه يسلم على الناس بقى كده يروح قاعد يجمع الناس حاطط طاقيه قدام الناس تحط فلوس وهي معديه. اسم الله عليك اسم الله عليك. حاطين علبه سجاير ممكن تكون فاضيه برضه بيملوا فيها الناس سجاير. تحط فيها سجاير لو معكش فلوس. عارف انت اللي هو يا حبيبتي ازيك وازاي يا حبيبتي. في اللي هو حاجه اسمها المقام ياه او لا هو ايه ده؟ ما طبيعي تبقى مظلوم والدنيا جايه عليك يخرب بيتك. الواد هيموت. ما هو بصوتك ده لازم تتظلم. انا مش سامعك يعني لو بتطلب حقك بالطريقه دي وربنا ما مديهولك. صوت الغلب انت أيوة. عارف ده اتحبس قبل ده كده. اتحبس يا اسطى واتدق على بس جسمه. ان انت تاتو. لما تتسجن اول ما تتسجن بيدوك حقنه كده بيدوك حاجه بتطلع يا باشا اللي انت بتعمله يا باشا حني يا عادي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. هو الصوت ده اتحبس قبل كده. ما بقتش باكل لا، شكرا انت بقتش كذاب ايه يا معلم؟ انت كذاب اسكت. انت لسه واكل دلوقتي. انا مش عايز اعرف انت بقيت ايه. انت في البريك طافح. من مخدرات ما تلحنهاش حتى. المخدرات فيها ظلم حتى الحاجه طلعت وحشه. يا لهوي يا بص لهوي ده قدام حلمي بقى. ايوه يا اسطى انا الراجل ده اكتر واحد فاهمه والناس ضده. الراجل ده عارف ان في كاب بيتقال اللي هو مدمن بقيتش مدمن. تاكل انت اكلت اكلي. من دكتور يكتب لي مهدئ. يا لهوي مخدرات اهو. ايه ما بتشاور هو ليه ابويا قاعد؟ بس هي ماسكه بص هيوش مخدرات ايه يا مفجوع ايه يا ابني؟ انت بتاكل المخدرات. يا اسطى هو دي اللي هي خلي يقول له اي كلام مسف ماليش راي فيه. انا قلت رايي فيكم كاصوات لان الغنى ما فيهوش الحاجات دي. يعني ايه بتغني؟ يعني ايه بطلت تاكل. يعني ايه مدمن؟ يعني ايه جامعة حلوان؟ حلمي بكر مؤسس جامعة حلوان. ده حقيقي لان صح. هو اللي بيقيمهم. طلعت كل الحناجر دي. عارف مين اول مدرسة اللي هو بيقول ما بس يا اسطى برضه كان تخين. كان صوته يعني كان تخين، صوته هو تخين. تخين. صوته تخين. عارف لما بتمسك يا اسطى اغنيه شعبي معمول لها ريميكس تسمع يا اسطى بيز بوز ايوه عارف الفيديو بتاع قلعت التيشيرت على ايدي طب تعالى نبص كده من الشكل. اختار اكتر صوره غريبه. مختار كله. ايه ليه يا اسطى دايما متمرمط وبعيط وعرقان ووشه لازق في البتاع. بص ايه ده ناتج عن ايه؟ هو محول وبيعيط وبقه معوج ليه؟ انت عارف لو بصيت في عينه كده هتلاقي 5 رياكشنات. انا لو بصيت على الوش ده واكل 5 قطع كنتاكي سبايسي ودلوقتي هو في الحمام. مفيش اي افيه تاني ممكن اقوله. ايه ده مش اللي هي لا دي جديده دي. 23 من 46 انت كفايه. هو ليه ضرب الورقه؟ هو ده فلتر. هو فلتر بس هو بيعمل بقه كده عشان هو راجل عجوز. راجل عجوز. ابنك فين؟ انا الراجل العجوز يا جماعه. والنبي بقى في ايه؟ مش مهم تعرفي في ايه. دي بتاع محمد رمضان صح؟ انت كنت فين؟ ومش عايز اسمع صوتك اصلا. انت السبب في كل اللي بيحصل له ده. افريج اب. هو ده يومه كان ماشي ازاي قبل اللقطه دي؟ يومه كان بيعمل حاسه نزل بتاع الفول والطعميه فعايز ب 2 جنيه فول وب 3 جنيه طعميه. على فكره هي تقريبا اغلب فيديوهاته كده أما بيتكلم. وده بيأثر فيا طبعا لما بشوف واحد بيصوت ويزعق وبينزل دموع. ده اكيد ممثل. ده اسمه زنا تمثيلي. بس ممثل ماشي تمثيل قادم. لا هو كده جاي ما تقلقش. اخر تربيتك الزباله 23 من 46. يا ما قلت لك. تقريبا ده هو ابنهم اكيد يعني هما الاثنين بنفس الخلقه. بس هو ليه بيعيط وهو نايم؟ عامل نفسه نايم بقى. واقف مصدوم. الدادي ايشوز. امي التليفون وانت برضه اللي فيك عادي. اخر انت اكلت دماغ امي. هو فين؟ وعامله يا نهار اسود. حضرتك انا جايب 23 من 40 عادي. كلت بص شمال. سحبه ازاي الواد نفسه هو يا بيمثل اسطى الخط. الواد مفيش اب بيصاحب ابنه كده. بص النطه دي. يا لهوي
ايوه اقل اب ابنه جاب 23 بينط كده. ده يا ريت ده ممكن ينط بطريقه تانية. الفلتر خدت بالك ان هو بيقع منه من كتر العصبيه. ايوه يا اسطى الفلتر اللي هو اهدى عايز اترجم والنبي وشك. اثبت بس واعمل اللي انت اركب على عايزه. وشك. السلطان اللي انت فيه 23 من 46 ايه بدفع فلوس قوانين ايه يا راجل. الواد بارد قوي، هو انا الواد- لو منه اموت 5 لا مرات. هو بيجهز للي هو خلصت. تخيل. خلصت. يا نهار اسود. ما سالتش نفسك ليه بجيب هو ده الرياكشن بتاع خلصت. ايوه يابا انت السبب يابا. وانت كنت فين؟ وانت كنت فين يابا؟ ولا بتاعك ولا مجهودي حرام عليك. طبعا على فكره انت السبب. اهو على فكره انت السبب في كل اللي انا فيه. ودايما بتحسسني ان الغريب احسن مني. ايوه. ان عمك بقى دكتور. انا مش فاهم. طب ما انت فاهم، انت طب جبت ما انت 23 فاشل. من طب ما ابن عمك 46. بقى دكتور وانت فاشل. طبيعي عادي. طبيعي ايه هيعدي. بص وانا بعمل كده انا وشي باين. بس انا يعني وانا باصص كده وشي باين اصلا في اي ملامح. عندي باين. يعني انا وشي باين صح؟ مش باين لحم بس. لا تمام. انت عمتك بقت مهندسه. ايوه. لو انت لسه الكلام ده فانا مش قادر انساه. انا كل يوم الكلام ده بيقول لي في وداني. في وداني فبسط. يعني انت بجد قلت كل ده عشان جبت 23 من 46؟ انا لو ابويا ده ردي عليه هحس ان انا انت كرنج قوي. ايوه هو ماسكه كده. ايه يا ابني البض ده يا عم؟ انت بتقوله ده ما تسيبني اضربك واضربني. اعمل عيط خليني يا اخي. اطردك يا عم. عيط ايه انت تضربني. ولا هو ده متوسخ ولا سليم في البيت؟ ايه يلا خلاص يا جماعه. بص كلام ان اي حد احسن مني بيولد في دماغي. اهو هو ده صوت الترانزيشن. هو تمام هو بيمنتج ساب الريكورد مفتوح. تصدق ترانزيشن اوف حط دي حوار. اي حد بالنسبه لك احسن مني. يا لهوي يا اسطى وشه احمر قوي. وارجع بقى لنفس المكان وارضى بسكونك. ايه علاقه الاغنيه دي بان هو سقط في الامتحان؟ هو عامل سيلكت اول حط كل حاجه ممكن تضايقك. شوف انت نقي الحاجه اللي ريليتابل وخدها. موسيقى حزينه. ابوك مثلا بيضايقك خد الحته دي. خد ابوك بيضربك خد بتسقط خدها. خد. مفيش اي مشكله. عندك برد اليومين دول. خد عايز جو دور ضحيه. انت كنت فين؟ واحده اسمها فرفوشه. جاي حاسس بوجعهم ما انا اصلي مجرب. ليه مش انتي فرفوشه؟ والله جامد خلتني اعيش نفس الاحساس. ربنا يتولاك برحمته. يعني هو بيرد على الناس ان هو ابوه فعلا ضربه خد ده وقع منك مديله تاج ما اعرفش ليه. عشان كينج. فعلا ابويا بيعمل فيا حده. كسر له صوابعه خلي مش عارف يكتب. ابويا بيعمل فيك بيكتب بربع صباع صوابعه عليها جبس من كتر الضرب. دايما كل واحدة ومين قال لك ان احنا نبقى لوحدنا؟ هو بيتكلم باسلوب الاب وهو هو ليه بيتكلم برضه كده؟ يبقى انا وانتي والشيطان. ده انا هجيبك ونلعب ميكانو سوا. هتجيبي لي لعب وانت جايه. هو اغتصبته ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده؟ هو ده ترانزيشن؟ انا مرعوبة قوي. انا حاسس ان هو اللي مرعوب. وبعدين هو على الكنبه لوحده. يعني بص لو خدت بالك ايوه السرير هنا خلص. هو رماها على الارض ونامها هو. عشان كده مرعوبه. انت بتعمل ايه؟ طب هات لي بطانيه عشان بردانه. ما تخافيش يا روحي. اي اتنين بيحبوا بعض بيحصل بينهم كده. اضغط خلاص اسكتي. سابها على الارض ونام هو. ما انت ما تحسنيش ان هو كده يعني ايه هو دخل معاها يعني. لا هو دخل لوحده في اليوم الاول. تاني هو قصده ايه بالاول والتاني ده؟ اليوم مش مرتاح والله. نستنى شويه. اليوم يا الثالث اسطى ايه يا اسطى؟ اول وحشتني. هو تقريبا هي قالت له وحشتني عشان هو كان كل ده دافن نفسه بالغطا. قعد شهر كامل دافن نفسه. ماليش مزاج النهارده. عايزة اقول لك ان ده انا كنت مبروك. ده هو المفروض هو اللي يبقى حامل. مين؟ هو ايه اللي من مين؟ لا هو بجد من بجد مين او انا عملت كنت حاجه؟ متغطي شهر. وانا يعني عملت كده مع حد غيرك؟ ممكن تعملي مع حد تاني. اللي تقبل تعمل كده مع واحد قادرة تعمل كده مع حد تاني وتالت ورابع. عارف انت اللي هو لما واحد يرتبط وخلاص البنت بتحبه وهو بيحبها 3 سنين حب يقول لك انا هسيبها بقى عشان هي كانت مصاحباني مش 3 متجوزها. سنين طالما هي كانت مصاحباني يبقى اكيد كانت مصاحبه غير يعني. في ال3 سنين اللي انا مصاحبها. طبعا. يعني لو واحد صاحب واحده 18 لا بيبقى سنه معترض ان هي صاحبه واحد مثلا قبله بكذا سنه. انا هاجي اتجوز واحده كده بالكرتونه والشاحن والحزام اللي هتضرب بيه من كوكو انديس. انت هتعيش الدور يا
يعني عليا. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا حسبي الله حسبي الله نشوف هيخش جوه البطانيه بس. يلا مع السلامه ونعم الوكيل. مع السلامه. اقفل الباب وراك. لا حول ولا قوه الا بالله. عارف محمد رجب ممثل؟ البنات ديت مفتريه بيرموا بلاهم على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. قريبا الجزء هو الثاني. في- طب وايه الجزء الثاني؟ اعملوا جندر ريفيل. هاته وهو عريان وبيسمع انا بحب الحاجات دي. نفسي اقول لك ان انت وحشتيني وان انا بحبك واني ما اقدرش ابعد عنك. تخيل انت واحده في التليفون وسامع القلق ده كله. يا لهوي يا لهوي. هو موتر يعني، لو هو بيكلم تليفون البنت يا عيني قاعده بتسمع كده اللي هو اوعدني انك تتعالي. وانك عمرك ما هتلاقي حد زيي. ده اللي بقى قولي لي كفايه وكل واحد يروح لحاله وان انا ما بقتش قادره وان انا تعبانه وان عندي مشاكل في البيت. خلاص يا ساره حفظت الكلام ده. انت كل يوم بتسمعوني. ايه يا محمد انا بقول لك انت فين؟ الو. محمد تخيل مايك معمول له ميوت مثلا. خلاص كفايه. ده انا بني ادم برضه لحم ودم وبيحس. اكيد بحس واكيد خلاص طاقتي خلصت معاكي. انا كل يوم بحاول وكل يوم. طب انت عريان ليه؟ ما اعرفش. ايه السر؟ تخيل فعلا طلع له اعلان على ايجي بيست. في واحده كده قام فتح كلمني حبها وبتاع ومش عارف ايه، فهو فبعدها طلع فيروس او طلع اعلان بالظبط. فهو دلوقتي بيبقى كده لحد بيتكلم خدمه عملاء ايجي بيست. انا بني ادم لحم ودم. ودمي احنا حراميه بنسرق الافلام. امشي عشان انا ارتاح. يمكن ارتاح. انا حياتي باظت. انا بجد حياتي اتبهدلت يا ساره. انا بقيت حاسس ان اللي بيغني في الخلفيه مش سامع صاحب الفيديو. وغير كده يعني تخيل بص هو بيقول لك البنت تتقل عليها، اوعى تبين للبنت ان هي كل حاجه. بس ده أنا بيقول لها انا حياتي باظت عشان بنت. بس انا فاهمه برضه يعني، ساعات الواحد حياتك على بنت. انت عايز الحته دي تتاخد وتتحط ريل اللي هو برو. سيجما. respect woman but trust. بص هنا كده never. حط فونك ميوزك. حاضر. ارضي فيكي. بقيت حاسس ان لا انت عارف ان الفيديو ده لسه ما خلصش. لسه لا بس لا فاضل خلاص له. انا هو في الاخر هيقلع وينام طب ولا ايه؟ امشي يا ساره. طب سلام دلوقتي. تعالوا اقول لكم شويه اسرار بتحصل جوه قاعات الافراح بتاذيكم وانتم مش حاسين. هو انا ببص كده انت بتفتح حاجه غريبه ليه؟ مش عارف. لما كنت شغال في مصر كنت بنظم فرح. ما كان شغال في مصر هو دلوقتي يعني في كفر الشيخ. في دمنهور. فالمهم انا طبعي قبل الفرح بوقت كافي لازم اخش ادوق الجاتوه وادوق الحاجه وادوق جوده الاكل اللي نازله. فالمهم رحت ادوق الجاتوه لقيت كميه فانيليا في الجاتوه غير طبيعيه. فقلت طالما الفانيليا كتير يبقى اكيد في حاجه غلط. او مش يمكن هم حلوين عادي. ممكن ساندوتش تاكل البرجر ساعات بيبقى فيه جبنه زياده، ساعات ما مش فيهوش عارف. برجر. مره جبت تشيز برجر حسيت ان في مشكله. طبعا ان انا عايز اخش اشوف المصنع بتاعكم اللي جوه. مصنع الفانيليا مش هيروح المطبخ حتى اللي عمل التورته. مصنع الفانيليا. وريني المخدرات دي بتتعمل من ايه؟ فطبعا رفض. قلت له لا طبعا انا حقي ان هو ليه رفض؟ لا لا مش هتخش. إلا لا، الفانيليا. هو حاطط ايده على الباب من ورا كده. ايه؟ انا عايز اشوف الفانيليا. لا ما فيش فانيليا. احنا مصنع سجاير. احنا مصنع مخدرات. اشوف المصنع. فلما لقاني مصمم وعارف حقوقي كويس قال لي خلاص خش شوف. فالمهم دخلت بعد معاناة بعد ما هم نظفوا وظبطوا دنيتهم. فببص كده لقيت برميل من براميل المخلل الكبيرة دي جواه فانيليا. فتحته لقيت فيه كمية بيض غير طبيعية. انت عملت كده. قلت له فعلا هي الفانيليا طالعه من الوساخه دي. بيض مكسر بقشره. اتاري الناس دي بتعمل ايه عشان توفر في البيض؟ بتتمرن قبل أكيد. الجيم. عارف انت الناس اللي بيكسروا بيضه في كوبايه ويروح يروح واخدها بالقشر. ايوه انت ممكن تجيب في واحد اسمه عريبي بياكلها حلال. ممكن ياخد والواد وفي الواد بتاع الطبيعي يكسب ده برضه، وهو مش طبيعي ولا حاجه. ولا بيكسب. ويجيبوا البيض المكسور عند المحلات ويحطوه لكم ويروحوا جايين مصفيين القشر. فالبيض ده بيعمل زفارة من كتر ما هو اتركن في المحلات وهو متكسر وبيعمل ريحة غير طبيعية وبيبقى فاسد. فعشان يكسر الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيروح جاي مزود فانيليا كتير. ماشي. يا لهوي. هو خدنا اللفه دي كلها عشان الفانيليا زي يا عم سلامتك. بص يا اسطى انا تعبت. ده بيتكلم باين. ما احنا عايزين نشوفه بيتكلم مره مش بيمثل. مش بيزعق. انا حاسه هيزعق لي. لا مش هيزعق. ده اخر فيديو ليا الفتره ده كداب. تعب قوي. بص كده. عامل كام فيديو بعديها ايه؟ دي. انا طالب ثانويه يا عم. لا مش طالب في جامعه حلوان. ده غريب قوي. واحد بيقول له روح يا اسطى والله هتريحنا. عمال تنكد علينا. هو بعدها مات. بص. ايه ده؟ هو حاطط شاليمو في بقه. وريني. ماشي. هو ايه الكواليتي دي؟
الحالة يا دكتور. كنا بنتفرج عليه في شاشه قديمه، في شاشه السونار. هو جوه شاشه السونار، هو جوه حاطينه جوه. اخوك جاله نزيف على المخ. جاله نزيف على المخ. رابطين له مخه برباط ضاغط، يعني كان النزيف على المخ يعني هي سطحي. جاي عليه يعني هو مخه تمام بس في نزيف حد جاي. قطع بسكينه هنا، فبيقول لك ده نزيف على المخ. ما بين الحياة والموت. وانت نسبتك ايه؟ وانت كنت فين؟ قلتها بكل هدوء. يلا بينا ننقله على اسرع مستشفى دلوقتي. اسرع مستشفى. ايوه اسرع مستشفى دي لو اتجبست فيها شهر وانت خارج على الباب بتفكه. ايوه يا ابني، كله سريع هناك، حتى الدكاتره هناك هتلاقيهم بيجروا بسرعه فشخ. عارف انت ام خالد لما تروق شقتها؟ والله العظيم 3 ملايين. ما عادش في حاجة اقدر اعملها. دكتور وانت بتتكلم على كلب. يا عم يا ابني ما عندوش حاجه يا عم يعملها. ده قدر ربنا يا عم، ما تطلعش بقى. هم كلهم سابوه، حتى ابوه ما سالش. حتى عادي، هو بس اللي اوفر. انت بتتكلم على بني ادم. انت بتتكلم على روح. بتتكلم على روح. الدكتور مستنيه يخلص الدور اللي هو بيعمله. هات الفيزيتا بالله عليك بقى. مش هرحمك يا دكتور. يا ابني، وانا اللي مرقده وانا اللي جبت له النزيف. يا تصدق انا ان انا جيت بيتك. انت سامعني؟ مش هرحمك يا دكتور. لا مش سامعك، ممكن تعلي صوتك، ممكن حاسس صوتك واطي شويه. اخوك هيصحى. تخيل اخويا يا اسطى وانا صوتك ايه يا اسمع وطي صوتك. ايه بقول لك نزيف على المخ وانت ايه؟ يقوم راجع تاني حاطط اللي في بقه. انا لو من الدكتور اجري. انا اجري ايه يا اسطى؟ سيبني البلد وامشي. اتصرف، شوف انت هتعمل ايه او شوف انت هتعمل ايه. ماليش غير يا دكتور. هو فعلا الدكتور مصدوم، هو خايف من اللي هيجرى له. ايوه يا عيني الواد في مات. واد مجنون. تخيل قال له ابدا اخوك مات. اخويا يا دكتور. انا موطي فشخ بس الصوت عالي قوي، في واحد عمال يقول والتاني يا اسطى تيت وعرق. هو ده اللي خلص ثانويه عامه عشانه بجد. يا لهوي بتفاول على اخويا يا دكتور. يا لهوي يا اسطى، انا تعبت له يا اسطى. يا عم اخوك مات ولا مجنون يا ابني، ولا اخوك مات يا اسطى النبي ما تشتم يا اسطى. اخوك مات. اهدى بقى، اهدى ما تطلع، ما تموتنيش انا كمان. انا خلاص، انا ما بقتش احس بحاجه، انا تمام، يا لهوي. انا بقيت هادي قوي. اتصرف يا دكتور. انا هتصرف انا يا دكتور. ايه هو كان هيعمل ايه؟ هيعمله محسن. لا وكان هيروح اخويا. مالك في، ما انا ميت. اوعى يا دكتور، انت تمسكني يا دكتور. انت لا تدخل يا دكتور. يا مصطفى. انا صعبان عليا اول الواد اللي معاه ده. لا انا صعبان عليا مصطفى اللي مات. ليه؟ او لا ده اتراحم. ده يا لهوي، ده جاله نزيف على المخ بسبب صوت اخوه. تخيل انت جار الواد ده. يا نهار اسود. تخيل انت ساكن في الدور اللي تحت واسمع زعيق ليل نهار، اطلع اخبط عليهم في اللي بيحصل. الواد بيصور جوه. بحس ان محصل النور لما بيخبط عليه بيفتح له بالهيئه اللي هو بيعيط وعرقان. فمحسن هو في ايه يا ابني انت كويس؟ اجيب لك اسعاف، اجيب لك بوليس، اجيب لك اي حاجه. ثانيه واحده انا بصور. انا مش قلت لك ان انا بصور؟ فيا اسطى قوم رامي له الورقه وماشي. مش عايز خلاص مش عايز فلوسك. الفريم ده مرعب قوي. ايه ده؟ صحيح يسيب له عادي. انا لو منه، تخيل انا لو مسك. ميت اصحى. ايه ده سيبني اموت. تخيل مسك اللاي اللي في بقه ده يقوم لسعه على وشه دي. انا هو في الاخر ولا هو الدكتور اتصرف وصل له جهاز القلب فيه هو وقعد ونفخ في يحرك اخوه كانه عايش. ونفخ انا في عايش اللاي اهو. عشان اخوه يعمل. اصلا مش فاهم اخوه صحي ازاي من نزيف المخ. مات خلاص، ده وقف من بدري. فالواد يعني تقريبا حاسب نفسه اللي هو ايه الافوار اللي يعني. بص هنا، انا كل اللي عملته ده كان على الفاضي. طب كان هو هيك. اعمل ايه دلوقتي؟ اصوت ازاي؟ صوت على مين دلوقتي؟ الحمد لله على السلامه يا اخويا. يروح ميت. يروح. اخويا سلامه ابن العبيط. انا تعبت له. انا ودني انا مش هقدر اشغل فيديو تاني للممثل القادم. نعم. وبقول لك يا ممثل يا قادم اوعى تيجي. اوعى تيجي. خليك قادم خليك على السكه كده تدنجل شويه. روح جامعة حلوان مفيش مشكلة، هي بعيد كده كده. الواد ده لو اتخانقت معاه يفرهدني فشخ. يا لهوي، يا يفرهدني. الواد ده لو اتناقشت معاه يا لهوي، الواد ده لو سلمت عليه هينط فوق عربية ويقعد يقول انا مش ماشي من هنا. اتمنى الولد ده يفضل ممثل قادم. اتمنى يكون عايش في الصين، لان انا عمري ما هروح الصين.
خايفه اشوفه بالصدفه في مره، ممكن اطلع اجري، بس انا حاسس ان هو لو قريب منك من على بعد مثلا 20 كيلو يا لها انت اسمع. هتسمعه. انت سامع هو قريب منك قد ايه؟ الواد ده كارثه والله بجد. الواد ده ممثل قادم. ده ما ينفعش مخرج يتفق معاه في حاجه يعني. تخيل يا لهوي. تخيل ده في التصوير بقى وسط الكرو وسط ممثلين. انا مش لاقي حاجه اقولها. اقفل والله. الفيديو على كده وما تقولش حاجه، الناس عارفه احنا عايزين نقول ايه. الناس لازم تعرف حاجه واحده، انتوا عارفين احنا عايزين نقول ايه. تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، تعمل سبسكرايب، وتكتب في الكومنتات ما اروعك. بس تقولها بدكان ما اروعك، ما اتصرف. اكتبها. ولو عايز تحط اعجب واطيب من الخيال دي ماشي برضو عادي، حط. بس اهم حاجه والله لو ما ورنيش اللايكات والكومنتات. لا هيغيب شهرين بقى، المره الجايه بيبقى دبل. الجايه بايه؟ انا غبت 4 سنين قبل كده. ده عملها مجنون والله، مجنون وعملها. وده الانستجرام بتاعنا اهو بالمره يعني. تيجي نعمل بوم رينج على الانستجرام بتاعنا. انت عارف هنا احط هنفضل نعمل كده لحد ما ايه، احط الفيديوهين اللي فاتوا سبسكرايب، دي هتبقى الاوترو. لسه بتخيل ان الراجل عجوز بيموت في عربيه، فبص الواحد بيعمل له ايوه يا حجوج، فالواد يقول له ايوه يا دريب يا حجوج، يقول له يا حجوج ايوه يا روش، فهو مخنوق فبيعمل عايز السلاسل بتاعته. ايوه فيقول له كلم مطافي بوليس، تيجي تطفيك بعد ما تكلم البوليس.